النهاردة هتكلم معاكم عن رحلتي الطويلة اللي لسه ما انتهتش في تعلم اللغة الإنجليزية، اللي بدأت باستهلاك الكم كبير من المحتوى الإنجليزي. كبرت وأنا بتفرج على الأفلام الأمريكي بهدف الاستمتاع عادي جدا، ما كانش في بالي رغبة إني أتعلم وأعرف هما بيقولوا إيه، وكنت بقرأ ترجمة وخلاص. بالتدريج بدأت ألقط شوية كلمات، كلمة مرة، 2 مرة تانية، وحاولت أبص على الطريقة اللي بيحركوا بيها بقهم وأقلد النطق بتاعهم. ولما بقى بإمكاني إني أستخدم الإنترنت بدأت أتفرج على الكرتون اللي كنت بحبه بأنواعه المختلفة بالإنجليزي، وأسمع أغاني بالإنجليزي، وكمان أبص على الكلمات بتاعتها. وجنب إني كنت بدور على محطات الراديو بالإنجليزي وأسمعها، ده ساهم في تقوية ركن كبير جدا من أركان اللغة، وهو الاستماع. اللغة بقت مألوفة نوعا ما بالنسبة لودني، وده اللي خلاني أتعرف على الكلمات واللكنات وأميزها، بغض النظر إني كنت برضو لسه مش عارفة أتكلم زيهم أو أعبر عن أفكاري باللغة. قررت مع مرور الوقت إني أخد خطوة وأحاول أشتغل على الحاجات التانية دي، اللي كان حلها إني أدور على ناس بتتكلم إنجليزي تسمعني وما تتريقش عليا ولا تسخر من قلة الترابط بتاعي، وده وقتها للأسف ما كانش موجود. ونتيجة ده إني حطيت نفسي في مواقف محرجة كتير مع الأجانب، أتكلم وأغلط، وده ساهم في إني ما بقاش فارق معايا قوي الناس شايفاني بتكلم إزاي. أيقنت وقتها إني كل ما طلعت نفسي من منطقة الراحة بتاعتي كل ما اتعلمت كلمات وجمل ومصطلحات أكتر وأكتر. خليت اللغة أسلوب حياة، مش بس مادة كنت بذاكر لها وأدخل أفضي معلوماتها في الامتحان وأطلع مش فاكرة حاجة. ومع إني كنت طالبة مدارس حكومية مصرية بوسائلها التعليمية البدائية كان الموضوع صعب جدا، بس ما كانش مستحيل. حبيت اللغة وحوطت نفسي بيها، أكتب مذكراتي بالإنجليزي بالكلمات اللي أعرفها، أعمل لغة الموبايل بالإنجليزي. بالتدريج بدأت أتكلم مع نفسي بالإنجليزي في البيت والشارع والمدرسة، لحد ما بقيت أفكر بالإنجليزي. رحلة التعلم بتاعك لأي لغة عمرها ما هتوقف، بس لازم تستمتع بالرحلة دي وما تقارنش مجهودك بحد، وتفتخر بكل اللي انت بتعمله. واجهني مواقف كتير أثرها كان محبط عليا، منها لما كنت بقارن أدائي ومجهودي بحد، ولما كنت بقول أنا متأخرة وكل دول متقدمين عني. لما اشتغلت على نفسي واكتسبت لكنة طريقة نطق معينة كنت بتقابل بنظرات استغراب قدام زمايلي. كنت بقرأ وبتكلم بالشكل ده مع إني كنت عارفة ومتأكدة إن ده الصح، وطريقة التعليم هي اللي فيها شوائب. أحد الأساتذة عندي في الجامعة الإنجليزي بتاعه متقدم جدا وبيعمل حاليا درجة ماستر في لندن، بيقول إن الطريقة الفعالة اللي تتعلم بيها إنجليزي صح هي إنك تحط نفسك مكان الطفل الصغير اللي أهله لغتهم الأم بالفعل إنجليزي، وتاخد إنجليزي من مصادر بسيطة زي إنك تنقي مسلسل رسوم متحركة للأطفال تقعد تتفرج عليه بالإنجليزي. بالتدريج والتركيز في الكلام هتحس إن اللغة بديهية عندك ومش محتاجة في أوائل الأمر إنك تكون عارف القواعد النحوية اللي هي الجرامر، وإنك تقعد تذاكر الأزمنة وتحل عليها. أكيد هيجي مرحلة ما وتحتاج تفهم ترابط اللغة والكلام أكتر، بس مش في أول الموضوع كده. خلي السمع بتاعك يتعود على اللغة الأول وتبقى مألوفة لدماغك. الأستاذ رشح كمان إنك تبدأ بمسلسل رسوم متحركة زي سبونج بوب، بما إن الإنجليزي بتاعه بسيط وممتع، ومع الوقت هتلقط إزاي تستخدم مصطلحات معينة وكلام تلقائيا بدون ما تحس. في مرحلة ما من التعلم تقدر إنك تدور على صانعي محتوى بيتكلموا إنجليزي على اليوتيوب أو أي صانعي محتوى بشكل عام على أي منصة متوفرة عندك، ويكونوا مهتمين بحاجة معينة أنت بتحبها، وتتفرج على فيديوهاتهم تحاول تقلد هما بينطقوا إزاي. تقدر تجيب ورقة وتحاول تكتب الكلام اللي انت تسمعه منهم، وبعدها تشغل السبتايتلز اللي هي الاختيار اللي بيبين لك ايه اللي بيظهر في الفيديو، وتحاول تقارن اللي انت كتبته باللي مكتوب، وده هيساعدك تصحح من أخطائك وتكتسب مصطلحات وجمل جديدة.